عليكم. انا النهارده موجود عند كهف جرنان. كهف جرنان ده إيه، بيقول عليه حاجات كتير يعني. الكهف ده كان زمان ايام ما كان يعني زي ما يقولوا كده الجاهليه كده، ما كانش في اسلام وكده. فكان البلد دي اسمها جرنان. تمام. وبعدين مع دخول الاسلام وكده آه، سموها اسكي. اسكي بمعنى اللي هو ايه، فرد من افراد الاسلام وكده، اللي هو الزكاه. فسموا البلد اسمها ازكي. وكانوا زمان بيعبدوا، او تقريبا حاجه زي ايه، زي عجل. برضه كان معمول من الذهب وكده، زي اليهود زمان، حاجه زي كده تقريبا على ما اتذكر يعني. آه، المهم، هم بعد لما دخلوا الاسلام قالوا احنا الذهب والحاجات اللي كنا بنعبدها ديت احنا مش هنخليها، احنا هندخلها ايه في قلب الكهف اللي هو قريب دوت. تمام. و... ودخلوه، حطوه في قلب الكهف وقفلوه، يعني مش قفلوه بقى، يعني سابوه. والكهف ده عملوا عليه زي تعويذة. التعويذة ديت يعني من الصعب اي حد يخش في المكان ده. دخل جه مغامرين كتير دخلوا جواه، وكل ما يجي يخشوا في اللي دخل وفي اللي ما خرجش، وفي اللي خرج وقال لك انا حسيت بضيقة والمكان بيوسع كان بيضيق. ف وفي بقى اللي طلع بقى بيقول لك نصه مش موجود. حاجات كتيرة بتتقال على المكان ده، بس مفيش حد بيخشه. يعني هو ايه، زي ما انتم شايفين، هي فوق منه البلد، المدينة اللي هي كانت جرنان ديت، اللي هي معمولة بالطوب الني، فوق منه على طول. تمام. تعال نطلع نشوف كده داخل على عند الكهف. كان مزار سياحي زمان، وحتى كان في قعدات محطوطة وفي سياح بيجوا وكده. بعد كده اتهجر، ما عادش حد بيجي هنا. مكان من يعني، معرفش ليه هجروه كده وسابوه. حتى هنا كان في زي ممر عاملينه مع الوديان بقى، والوادي بيجي كان بيشيل كل حاجة. بس دي البواقي بتاعته اهيت، بيطلعوا من هنا كده. والبيوت الأثرية فوق اهي. طبعا مغامرة ان انا اجي المكان ده لوحدي، كانوا بيقول لك عليه تعويذة، بيقولوا عليه سحر وحاجات زي كده. بس الحمد لله يعني، ما نخافش من حد يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا حاطين ايه، يعني المكان اللي بيقعدوا فيه اهيت. تمام. ده الكهف من الداخل. هنا كاتبين بالانجليزي. تمام. كان في برضه لوحة تانية مكتوبة عليها بالعربي، بس مش عارف راحت فين. هي كان مكانها عند الصخرة ديت. دي بيحكوا الكهف ده ايه قصته كده، مكتوبة للسياح يعني اللي بيجوا هنا. تمام. ده الكهف اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى شكله غريب يعني. طبعا هو يعني، ده الكهف اهو.
بيقولوا عليه قصص فيه. هو ده هو صغير جدا يعني، هو جاي كده واسع وبيصغر، بعد كده بيكون في ايه مكان تاني كده ايه بيخش يمين، إيه، في اتجاهات بقى جوه كده مختلفة، وبتصغر على اللي موجود جوه، زي ما تقول التعويذة اللي عملوها او السحر اللي هم عملوه عشان ما حدش يخش ياخد الكنز اللي جوه. تمام. آه، بيخلي اللي يخش جوه بيحس بحاجات غريبة، حاجات بتحصل له. المكان ده انا جيت فيه من حوالي 9 سنين. تمام. كان برضو نفس الطريقة دي، بس هو دلوقتي نظيف يعني، هو دلوقتي حاليا نظيف كان الاول يعني مش مش حلو خالص. تمام. بس هو يعني زي ما انتم شايفين كده بيوت فوق مني كده، وفي ناس برضو ساكنة يعني، في بيوت ناس قاعدين برضو عايشين برضو هنا، ما فيش اي حاجة. المكان يعني لو كان فيه سحر ولا في اي حاجة زي كده يعني محدش حد يقعد كده. الناس يعني هاجرينه كده، بس محدش عارف يخش جواه خالص. محدش عارف يخش جواه، ولا حد عارف يوصل للمكان اللي فيه الذهب او السحر او الحاجات زي ده، اللي قصدي الحاجات اللي فيها كنز اللي بيقولوا عليها والحاجات دي كلها. تمام. المكان زي ما انتم شايفين من تحت كده، هنا بيجي الوادي كده، بتبقى المكان ده كله ميه لما يكون في مطر كتير قوي وجديد. المكان ده كله بيبقى ميه زي بحر، بيبقى ماشي كده. طبعا هنا كان هو مفيش حد بينزل بالعربية تحت، انا اللي نزلت كده، بس هما عاملين زي ممر كده باللودر او حاجة زي كده تمشي في العربية. لو بصيتوا هناك كده ورا العربية هتلاقوا في سلم، السلم ده ماشي تحت اهوت على الارض، يكمل لحد المكان ده. مش الواحد مش شايف بسبب الايه الشمس. اه مكان اللي تحت الممر ده كان موصل للممر اللي هناك اللي عند الايه العربية ده. بس مع الوديان بقى اما بتيجي كده كانت بتاكل كل حاجة، بتاكل كل حاجة، تشيل اللي قدامها. نمشي بقى ونروح لمكان تاني.